السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد في قناتكم يوميات سهام. اليوم إن شاء الله جيتكم بطريقة ديال مسمن مورق، كيجي لذيذ بزاف وخفيف، كذلك مورق من الداخل بدون دلك وبدون بذل مجهود. هذا المسمن نقدروا نخدروا منه كمية لا بأس بها ونحتفظوا به للشهر الكريم باش نقتصروا علينا الوقت والجهد. كذلك فكيف ما كنعرفوا جميع مسمن ما كيخلاش من المائدة الرمضانية ديالنا، وغادي نوضح لكم كذلك الطريقة الصحيحة للاحتفاظ به في المجمد، فخليكم معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير البنات فعندي هنا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض أولا الفورس، ضفت ليه كذلك 500 غرام أولا نفس الكمية من دقيق الفينو أولا دقيق القمح الصلب أولا السميد الناعم جدا، غربلتهم جيدا، وطبعا الكمية كتبقى اختيارية حسب الرغبة، فيمكن لكم ديروا أكثر أو لا أقل. غادي نحتاج كذلك رأس ملعقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، وغادي نحتاج أيضا للملح، والملح كيبقى حسب الذوق وحسب الرغبة. وصافي هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. غادي نغربل الدقيق كيف ما قلت لكم، نضيفوا ليه الخميرة والملح ونخلط كل شيء، ثم غادي نبدا نجمع بالماء الدافئ شويه بشويه. يعني هذه الطريقه راها معروفه ومتداوله عند بزاف ديال الناس، انا فقط كنوضح للاخوات اللي معنا اللي من خارج المغرب وكذلك للمبتدئات. فالمختلف في هذا المسمن هو اننا ما غاديش ندلكوه او نعجنوه بزاف، فكيف ما كنعرفوا ان المسمن كيحتاج دليك بزاف باش يصدق لينا، وكذلك لاننا غادي نديرو كميه كثيره، فاسهل طريقه باش نحضروه هي هذه اللي غادي نوضح لكم اليوم. وكنخلي العجينه ما مرخوفه ما قاصحه بزاف، لاننا مازال غادي نخليوها ترتاح وغادي تزيد تطلق وترخف معنا. بالنسبه للماء فكنزيدوه شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه، ثم غادي ندلكها شويه غير تنسجم، غير نديها ونجيبها هكا في يدي 2 أو 3 المرات. من بعد غادي نجمعها ونوضعها في الاناء ونغطيها جيدا ببلاستيك غذائي، نخليها لمده 3 حتى ل 4 سوايع، ويمكن كذلك نعجنوها في الصباح ونكملوها في الزوال أو العشية، أو لا إذا كنتم مزروبين وما عندكمش الوقت فيمكن توضعوها في كوكوط أو طنجرة ديال الضغط، نوضعوا الصفارة ونسدوها مزيان ونخليوها نصف ساعة حتى لساعة كاملة. بالنسبة لي أنا غادي نغطيها بشكل جيد باش ما تنفسش نهائيا، ونخليها ترتاح مزيان وتدلك تلقائيا باش هكا ما تعذبناش. وهنا البنات من بعد ما ارتاحت ليا العجينه غادي ندلكها شويه القليل، فقط دقيقه لا اقل ولا اكثر، غير باش نخرجوا داك الهواء اللي كيتجمع فيها، فغادي تحسوا بها كترطق في يديكم. جربوا البنات هاد الطريقه فراها مضمونه وكتدلك العجينه تلقائيا بلا ما كنضيعوا فيها الوقت اولا المجهود. صافي غادي نجمعها وغادي نبدا نشكل كويرات صغيره اولا كبيره على حسب الحجم اللي بغيتو به المسمن. غادي نستعن بالزيت النباتيه وواحد البلاطو اولا صينيه فاش نحط الكويرات ديالي اللي غادي ندهنوه بالزيت كذلك باش ما يلتصقوش ليا الكويرات فيه. يمكن كذلك نديرو زيت الزيتون اذا كان كيعجبكم. وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل العجين ديالي كامل على شكل كويرات، ندهنهم من الفوق بالقليل من الزيت، ثم نغطيهم ببلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا فقط الوقت اللي غادي نوجد فيه باقي المكونات. هنا عندي القليل من دقيق الفينو اولا دقيق القمح، غادي نضيف اليه ملعقه اولا ساشي ديال الخميره الكيماويه، غادي نخلطوهم جيدا. فهاد الخميره الكيماويه كتساعدنا على التوراق باش كيجينا المسمن ديالنا خاوي من الداخل وما معجنش. غادي ناخذ واحد الكاسرونه وندير فيها الزبده، يمكن لينا نستعملوا المارغرين اولا الزبده ديال العبار اللي بغيتو، اللي كان متوفر عندكم، فحتى هي كتجي مزيانه. غادي نوضعها على النار حتى كتذوب وكتنشف من الماء، يعني كيتبخر كل الماء اللي فيها، فضروري ما نخليوش فيها الماء نهائيا. ويمكن نطلقوا المسمن ديالنا غير بالزيت النباتيه اولا نخلطوها مع القليل من زيت الزيتون. انا دائما كندير الزبده لان المذاق ديالها كيجي افضل بالنسبه ليا. وغادي نبدا نطلق الكويرات ديالي، غادي ناخذ كويره وغادي نبدا نطلقها مزيان وغير بشويه البنات باش ما تقطعش لينا.
دائما نبداو من الوسط ثم نبداو نطلقوا الجوانب بشويه ونجيبوا من الوسط للجوانب حتى تولي لنا رقيقه. دابا غادي ندهنوا الوجه ديالها كامل بالزبده، ثم غادي نرشوا الدقيق اللي خلطنا مع الخميره الكيماويه، وغادي نبداو نطويوها بهذه الطريقه باش تولي لنا على شكل مستطيل. غادي ندير كذلك مره اخرى الزبده والدقيق، ثم كنطوي الجوانب هاد المره على شكل مربع، وكنحصلوا على مسمنه ديالنا بهذا الشكل. غادي نجيب واحد البلاطو اولا صينيه اخرى، وغادي نبدا نصفف فيها وحده باش نعرف الاولى اللي بديت بها فهي الاولى اللي غادي نبدا نطيب ان شاء الله. بنفس الطريقه غناخذ كويره اخرى وغادي نبدا نطلقها بالزيت النباتيه اولا. من بعد ما تطلق لينا مزيان غادي نديروا الزبده على الوجه ديالها ونديروا الدقيق، ثم نطويو الجوانب باش نحصلوا على مستطيل. نعاودوا نديروا الزبده والدقيق فوق هذا المستطيل ونطويوه من الجوانب باش نحصلوا على شكل مربع، وهكا حتى نساليو الكميه اللي عندنا. وحاولوا دائما البنات انكم فاش تكونوا كتطلقوا العجين ما يتقطعش لكم، باش المسمن كيتنفخ وكيجينا خاوي من الداخل. وكيف قلت لكم ركزوا على الجوانب ماشي على الوسط باش ما تقطعش العجينه ويجينا المسمن ديالنا افضل. منين كنسالي العجين كاملو كنسخن المقله، يمكن لكم تستعملوا مقله ثقيله اولا العاديه اللي ما كتلصقش. نبدا نطلق المربعات ديالي ونوضع القليل من الزيت، ثم كنوضع المسمنه ديالي غير بشويه، وغير كنحس بها بدات كتشد شويه كنقلبها. ممكن اننا نرشو بالقليل من الزيت من الفوق ونبقى نقلبها، ما نطيبهاش بزاف لانني مازال غادي نحتفظ بها في المجمد، يعني مازال غادي نكمل ليها الطياب فاش نبغي نقدمها. غادي نبقى نقلب وغادي تلاحظوا انها بدات كتنفخ، فغير تبدا تنفخ البنات ونحيدها. والعافيه اولا النار تكون معتدله، ما مجهداش بزاف وما ناقصاش. ومن المهم كذلك اننا نفرشوا شي زويف نقي نوضعوا فوق المسمنات ديالنا باش ما يعرقوش لينا. فضروري ما نجمعوهمش وحده فوق وحده حتى كيبردوا لنا مزيان. وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي المسمن ديالي كامل. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال المسمنات ديالي. وهانتوما كيفاش كيجي من الداخل، فهو كيجي مورق بزاف وخفيف. هانتوما الشكل كيف كيجي. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ به فعلى حسب الكميه اللي غادي تحتاجوا، فنوضعوا 4 المسمنات اولا 5 اولا اللي بغيتو، ونلفوهم ببلاستيك غذائي اولا نوضعوهم في بلاستيكه ديال المجمد، لكن خصنا نسدوا عليهم مزيان باش ما يشموش لينا الروائح في المجمد. فكنتمنى البنات تعجبكم هذه الطريقه وتعتمدوها، فهي عمليه بزاف، خصوصا اذا كنا غادي نديروا كميه كبيره بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر. ما تنسوش كذلك تخليوا لي طلباتكم او تساؤلاتكم في التعليقات، فغادي نجاوب عليها بكل فرح. كنشكركم على التتبع ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جايه. السلام عليكم.